بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي الخطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عرض جديد. العرض النهاردة من مدينة بدر، الحي الأول، المجاورة التانية. دي عمارة كاملة على بعضها، مساحتها 300 متر، بدروم أرضي أول تاني تالت روف. تعالوا نشوف العمارة وبعد كده نتكلم في التفاصيل والسعر والحاجات الجميلة دي. يلا بينا. ده المدخل. طبعا العمارة نص تشطيب. وانا شايف الدور الاخير، معرفش الكاميرا هتجيبه ولا لا. الدور الاخير على الطوب الاحمر، اما باقي العمارة نص تشطيب. ما اتسلمتش لسه جهاز، يعني اللي هيشتري هيسلمها جهاز. ده المدخل. طبعا دي البوابة الخارجية الحديد. هنا المدخل مرة تانية. ده الدور الارضي، وده سلم بينزل على البدروم. هنصور نموذج واحد كفاية، وحضراتكم بقى تعرفوا ايه باقي التفاصيل. هنا دي كده الشقة اللي على يمين السلم. هي كويس مفيهاش تقسيم، يعني اللي هيجي يقسم، اللي هيشتري هيعمل تقسيم كما يحلو له. دي كده مساحة كاملة للشقة. طبعا هي مفتوحة على الشقة التانية اهي، بس اللي عايزها شقتين هيقفل هنا، هيقفل هنا كده مكان ما انا بشاور، وتبقى دي لا هيقفل هنا، هيقفل هنا هنا اهو، لان هنا ده باب الشقة التانية اهو. هنا فراغ كامل، الشقة فراغ. والله ممكن الشقة دي بمدخلين اهو، ادي باب وادي باب تاني، وعندنا هنا باب تالت اهوت، ده على السلم في دور واحد. ده كده زي ريسبشن او صالة صغيرة. حمام، أوضة، أوضة تانية. أعتقد ده مطبخ. تعالوا نشوف دور تاني. احنا كده طلعنا الدور الأول بعد الأرضي. احنا كده واقفين على السلم. ده كده على الشمال باب شقة، وعلى اليمين باب شقة تانية. ندخل على اليمين، ربنا يجعلنا من أهل اليمين. بسم الله. هنا بقى نقدر نشوف النموذج والتقفيل بتاعه. دي حتة اهي ورا الباب، هنا متقفل تماما اهو. ده كده معمول مطبخ تقريبا، ريسبشن، وادي مطبخ، وادي حمام، ودي أوضة مفروض فيها بلكونة، بس طبعا محتاجة تتقفل. ده الفيو. هنخرج من الشقة دي ونروح على الشقة اللي جنبها. ده الريسبشن، ودي حتة ورا الباب كده معرفش بقى يتعمل فيها ايه، تتعمل مخزن، تتعمل دولاب، وده داخل الحيط. ده مطبخ ممكن، لان هما مش ممحرينه. وده حمام، وهنا دي اوضة، ودي اوضة تانية فيها بلكونة. بلكونة لا بأس بها. ده المطل بتاعها، بيبص على مدخل البيت. دي عمارة على بعضها،
صورنا منها الدور الأرضي والدور الأول، بس هي عمارة كاملة. والسعر بصوا عليه في صندوق الوصف. مستنيكم. السلام عليكم. ده شكل الخارجي للعمارة. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة. نرجو أن يساعدكم هذا العرض على اتخاذ قرار بالشراء، ونوصيكم بدعم القناة. من فضلك اشترك وفعل الجرس، سجل إعجابك بالفيديو، اترك لنا تعليقا، وشارك فيديوهات القناة مع أصدقائك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.